مرحبا بكم مستمعينا إلى النشرة الثقافية. نبدأ نشرتنا من مصر، حيث تفتح الموسيقى نافذة أمل أمام مكفوفات حرمنا نعمة البصر، حيث لم تمنعهن الإعاقة من استكشاف قدراتهن الفنية وتنميتها والقفز فوق أسوار الصمت العالية التي غالبا ما يجد ذوو الإعاقة أنفسهم محاطين بها. ونجحت أوركسترا جمعية النور للمكفوفات في مصر بالصمود والتطور تباعا رغم التحديات التي تواجهها، ودرجت الأوركسترا على تقديم أعمالها الفنية بصورة منتظمة في مختلف مسارح البلاد، فضلا عن جولات خارجية قدمت خلالها حفلات في عشرات الدول على مر العقود الخمسة الأخيرة. وبصبر لا يعرف الكلل اختارت هذه المجموعة من المكفوفات المصريات دخول عالم الموسيقى من أبوابه الواسعة والانضواء في أوركسترا محترفة درجت على إقامة حفلات داخل البلاد وخارجها. تواصل أوركسترا جمعية النور للمكفوفات أنشطتها بانفتاح كامل على مختلف أنماط الموسيقى الغربية والشرقية منذ أكثر من 50 عاما، وتتلقى الفتيات دروسا نظرية وتطبيقية ينخرطن بعدها في تدريبات مكثفة وصولا إلى مرحلة الاحتراف. أما في شأن الأدب الفرنسي، توفي الأديب الفرنسي ميشيل بيتور آخر كتاب الرواية الجديدة عن عمر بلغ 89 عاما. وفارق بيتور الحياة في مستشفى بمنطقة أوت سافوا شرقي فرنسا. ونال الأديب الشاعر الراحل جوائز عديدة، من بينها جائزة الأدب الكبرى للأكاديمية الفرنسية عن مجمل أعماله، إضافة إلى جائزة رينودو التي حصل عليها عام 1957. ويعد بيتور آبا الرواية الجديدة إلى جانب كلود سيمون وروب جيليه وناتالي سارو، وقد ألف كتابا ومجموعات شعرية ومقالات، ومن رواياته الجدول الزمني عام 1956 والتعديل عام 1957. وكان الراحل ممن يفضلون الصيغة التجريبية للأدب، وهو نمط من الكتابة نشأ في خمسينيات القرن الماضي. وأشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خصال بيتور ووصفه بالباحث العظيم في مجال الأدب، كما أثنت عليه وزيرة الثقافة أودري أوزلاي ووصفته بأنه فنان متعدد الجوانب مسكون بحب الاكتشاف والمغامرات. أما في لبنان، أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها الساحر حفلة ضمن برنامج مهرجانات بعلبك الدولية أمام ما يزيد على 2000 مستمع، بينهم شخصيات سياسية واجتماعية، بينهم الوزير السابق بسام مرتضى، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ورئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس، ورئيسة لجنة مهرجانات بعلبك نايلة ديفريج، ورئيسة الشرف في اللجنة مي عريضة. شيرين هي الفنانة المصرية الثانية التي اعتلت خشبة مسرح مهرجانات بعلبك بعد كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لذلك اعتبرت أن الحظ حالفها لتكون موجودة على مدرجات معبد باخوس العابق بالتاريخ، خصوصا بعدما كانت قد أعلنت اعتزالها الذي رافقه تعاطف كبير من جمهورها العريض الذي ناشدها بالعودة إلى الأضواء ولبت. أعزائي المستمعين، انتهت النشرة الثقافية، نشكركم على حسن الاستماع.